اهلا بيكم في حلقه جديده من روست يور ليتربوكس او تقييمي لافضل افلام عندكم. ليتربوكس ده ابلكيشن تقدر ان انت تدون فيها كل الافلام اللي انت اتفرجت عليها، تكتب ريفيوز، تتابع ناس، تعمل ليستات. ومن ضمن الاوبشنز اللي موجوده في الابلكيشن ده انك انت بتثبت 4 افلام مفضله عندك. لو حابين تشتركوا في السلسله دي، كل اللي عليكم تعملوه كومنت هنا على الفيديو او على التيك توك او على الانستجرام. اي حد بعت لي اي كومنت انا كتبت اسمكم وهيطلع في واحد من الفيديوهات. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. اول اسم معانا اوكي ستون اندرسكور اي 8. احسن 4 افلام هما نايتس اوف كابيريا، شفيقة ومتولي، بلدجور، وانورا. so many options. اوكي، هنبتدي باول فيلم نايتس اوف كابيريا. انا اوريدي حاطه فيلم الفليني، فانا متفهمه وعارفه ليه انت او انتي اخترتي الفيلم ده. نايتس اوف كابيريا واحد من افضل افلام فليني، وكان اول فيلم الفليني اتفرج عليه غالبا. انا فاكره الفيلم ده اثر فيا جدا، قصه منتهى الدراما، قصه دراماتيك قوي. وفاكره ان هو كمان اتعرض من ضمن فعاليات مهرجان القاهره من 2 3 كده، وكان تجربة مشاهدة أفلام فليني في الأوبرا تجربة غريبة جدا. كان في مسرح الهناجر. نايتس اوف كابيريا يستحق هذه المكانة. فيلم لا يموت، وفيلم دايما هو بحسه كده اللي هو من الأب والأم بتاعت الأفلام، القصة اللي هي التي لا تموت. والممثلة المين كاركتر في فيلم نايتس اوف كابيريا لا يعلى عليها. شفيقة ومتولي أنا للأسف ما شفتوش لسه، ولكن هو موجود في الليستة بتاعتي. واحد من أكتر الأفلام اللي برضو بيجيلي كومنتس عليها إني أعمل عليها ريفيو. اخراج علي بدرخان. متحمسه جدا ان اشوفه، بالذات ان انا ما شفتش فيلم لسعاد حسني غير خلي بالك من زوزو. وفكره ان يبقى في فيلم لسعاد حسني واحمد مظهر واحمد زكي ومحمود عبد العزيز، يعني متحمسه جدا جدا جدا. الفيلم اللي بعده بلدجور. بلدجور فيلم منتهى الجمال. لوي بونيوال عامة السينما بتاعته سينما مميزة، لأنه جزء من أفلامه سريالية وجزء تاني من أفلامه دراماتيك شوية. كان جالي عليا فترة في حياتي كنت بشوف له أفلام كتيرة جدا. شفت له بيل دو جور، وشفت له ذا ديسكريت شارم اوف ذا بورجوازي، بحب الفيلم ده جدا. وشفت له أنشيا أندالو. ايه تاني شفته لك؟ شفت حاجة كمان. المهم، إخراج لوي بونيوال واحد من أكتر المخرجين الانفلونشال على السينما عامة. الأسلوب بتاعه اللي هو السريالي جدا، واللي هو افانجارد أو حديث كده بطريقة معينة، بيحاول ان هو يزق جميع الحدود اللي موجودة في السينما. ودايما كده عنده لاير سياسي ولير كده فيه سخرية في الافلام بتاعته. واحد من اكتر المخرجين اللي انا بحترمهم جدا. وكان من الحاجات اللي انا قريتها عنه ان هو اشتغل في بعض افلامه مع سلفادور دالي، اعتقد في فيلم انشان دالو لو انا كنت الذاكرة لم تخونني. ولكن لا، ده من اكتر المخرجين اللي انا عايزة اتعمق فيه اكتر، وعايزة اشوف له الديسكوجرافي كلها. فاختيار موفق جدا. واخر فيلم بقى ذا وايلد كارد، انورا. مش وايلد كارد عشان هو فيلم وحش نهائيا. شون بيكر من افضل المخرجين اللي شغالين حاليا، وهو يعني اثبت ده بجداره. ريد روكيت، انورا، فلوريدا بروجكت، حتى تنجرين اللي هو بالنسبه لي اقل فيلم ليه، افلام ممتازه ممتازه. انا فلوريدا بروجكت من افضل الافلام اللي عندي في التاريخ. التعليق الوحيد اللي عندي ان هو اخراج السنه دي، يعني لسه نازل السنه دي. فهل هو بالسرعه دي بقى one of your favorite movies؟ طبعا يا جماعه انا عارفه، أنا عشان بيجيلي كومنت ده كتير ان ال4 افلام بيبقوا 4 افلام اللي هو انا مهتم بيها حاليا. انا عارفه كل الكلام ده، هو ده كله يعني ايه، احنا بنمرح مع بعض، بنهاف فن. فتعليقي الوحيد لانورا، هو يستحق. انت كاتب عليها فيلم السنه، هو فيلم السنه فعلا، فاتفق معاك. اخر 4 افلام اتفرجت عليها الكرنك، وانا لسه مشفتوش. ذا اوديسي. ذا اوديسي بتاع كريستوفر نولان. هو. طب انت بتديله نص ليه؟ النص نجمة عشان مات ديمن بس. ماله مات ديمن عمل لك ايه؟ That's so funny. The Odyssey actually بتاع كريستوفر نولان، انا معرفش عنه كتير، بس كل اللي اعرفه عنه ان هو مقتبس عن الشعر الطويل لهومر اللي هو اوديسي، مغامرات اوديسيوس. وبحب الميثولوجي دي كلها والحاجات الرموز اللي فيها، فانا actually متحمسة للفيلم. طيب اللي بعده، انت شفت ذا فيبلمنز بتاع اسمه ايه ده، سبيلبرج، ومبسوطة ان هو عجبك. انت مديله 4 بس مش عامل له ريفيو. انا بحب الفيلم ده قوي. وشفت اخر حاجة شفتها ذا سيرشرز، بس انا مشفتوش. 1956 بتاع جون فورد، انترستنج. انت مديله 2، فما هو معجبكش. تقييمي لافضل 4 افلام ليك قائمة متنوعة وقائمة مميزة. I like it. اللي بعده HOV. اوكي، HOV احسن 4 افلام عندك: ماريام ماكس، بلو، ميلانكوليا، ومور. عندي كلام كتير، عندي كلام كتير. طيب هبتدي بأمور. مايكل هانكي من اكتر المخرجين اللي انا بحبهم. هو مخرج نمساوي من افضل المخرجين اللي ممكن تتفرج عليهم. افلامه دراماتيك قوي، والراجل ده انا لفترة طويلة جدا كنت مهووسة بيه، وعملت عليه ريسيرش عميق جدا. عامله له فيديوهين هنا على القناة. الفيديوهين دول
يعني كبسولة مايكل هانيكي، سواء انت اتفرجت على افلامه او ما اتفرجتش على افلامه. بكلمك فيها على كل التكنيكس اللي هو بيستخدمها في الاخراج، وبتكلم على افلامه كلها ميني ريفيوز كده. من افضل افلام مايكل هانيكي، ان ما كانش افضل فيلم عندي لمايكل هانيكي، هو فيلم امور. الفيلم ده انا شفته مرتين. اول مره شفته كنت شايفاه من اكتر الافلام القاسيه، يعني من أسوأ التجارب اللي في الدنيا. كنت حاسة ايه الفيلم ده، ليه انا خلاص تعبت. ولكن تاني مرة شفت الفيلم ده كان بالنسبة لي اكتر فيلم رومانسي انا شفته في حياتي. معرفش ايه التغيير الجذري ده، هل حكم السن والواحد بقى يشوف الدنيا بمنظور مختلف، ولا كان مود انا كنت شايفاه في وقت انا مش مستعدة نفسيا. ولكن ايا كان ايه، الفيلم ده من افضل الافلام اللي اتعملت في التاريخ. فيلم يدرس تمثيل واخراج وكتابة وسينماتوجرافي وقصة وتمثيل تاني تحفة. لو ما شفتوش definitely اتفرج عليه. هو بيتكلم عن كابل كبار في السن، واحد منهم بيحصل له مشكلة والتاني بيتحط في امتحان. بس كده، ده اللي انت محتاج تعرفه عن الفيلم. الفيلم اللي بعده ميلانكوليا، لارس فون ترير. انا مستغربة قوي ان لحد دلوقتي انا ما شفتش ولا فيلم لارس فون ترير موجود عند الفور فيفوريتس. لارس فون ترير انا عارفة ان هو مخرج عليه جدال رهيب، مش بس عشان افلامه وطريقة سرده للاحداث، ولكن كمان اراءه الشخصية، فانا فاهمة. ولكن هو مخرج مميز جدا جدا يعني. هل ميلانكوليا افضل فيلم ليه؟ اه، انا ممكن اتفق ان ميلانكوليا هو اكتر فيلم هو ماسك الحتة المجنونة اللي ضاربة فيه just enough ان هو بيعمل حاجة تعجب معظم الناس. فهو دايما افلامه، سواء الباقي بقى، سواء The House That Jack Built ولا Dogville ولا Breaking the Waves ولا Dancer in the Dark او Anti Christ، كل دي افلام تقيلة جدا محتاجة نوع معين من الناس اللي بتتفرج على السينما، مش الحد اللي هو عايز فيلم خفيف كده يتفرج عليه من فترة لفترة. ولكن ميلانكوليا هو اكتر فيلم ممكن ينال اعجاب الناس، وما بيسلطش ضوء على افكاره المجنونة. ميلانكوليا من اكتر الافلام اللي بتتكلم على الاكتئاب بمنظور مميز جدا. التمثيل فيه رائع، واعتقد ده افضل دور لكريستين دانست هي عملته، فاختيار موفق جدا. اللي بعده بلو، كيزلاوسكي. انا مبسوطه قوي ان ثلاث مخرجين كده جمدان على الاخر. يعني كيزلاوسكي اتكلمت عنه قبل كده، كان في حد حاطط فيلم ذا دبل لايف اوف فيرونيك اعتقد. كيزلاوسكي كان ليه ريتروسبكتيف بيتعرض هنا في سينما زاويه من كام سنه، وشفت بلو وريد ووايت وذا دبل لايف اوف فيرونيك كلهم في السينما. بس دي كانت تاني مره اتفرج على الافلام دي. كانت تجربه رهيبه. انا لفتره طويله جدا بلو كان افضل فيلم انا شفته لكيزلاوسكي. انا بالنسبه لي اتفق معاك، افضل فيلم لكيزلاوسكي هو بلو. في ناس بتحب دبل لايف اوف فيرونيك اكتر، ولكن انا بالنسبه لي بلو هو احسن فيلم ليه. مش بس عشان انا بعشق جولييت بنوش وانا شايفاها يعني هي السيده الامثل للسينما الفرنسيه الجديده، ولكن تجربه فعلا مشاهده الراجل ده في السينما كانت جميله. حتى انا كنت شفت له المسلسل اللي هو كان عامله اللي هو ديكالا. اوكي، فالاختيارات لحد دلوقتي بيرفكت. اول فيلم بقى انت حاطه هو فيلم ماري اند ماكس. انا شفت ماري اند ماكس، وبالنسبه لي هو فيلم اعلى من المتوسط بشويه. يعني هو فيلم حلو، انا مدياله 3 من 5. ما عجبنيش لدرجة ان هو يبقى من افضل افلام عندي. ما اعرفش ليه، مع ان انا عاجبني المخرج وعاجبني اسلوبه وعجبني الستوب موشن انيميشن وعجبني حتى فيلمه الاخير اللي هو ميموار اوف سنيل. بس ما اعرفش ايه الحاجة اللي كانت قفلاني شوية من فيلم ماكس اند ماري. يعني كنت حاسة ان القصة بتاعته افريج شوية في فيلم ماري اند ماكس. يعني ما اعرفش، ما نالش اعجابي قوي للدرجة دي. اخر 4 افلام اتفرجت عليها لا لا لاند، ده اري واتش واديته 5 من 5، اتفق معاك. كيلرز اوف ذا فلاور مون اديته 4. انا الفيلم ده مدياله 5 اعتقد، استنوا كده اتاكد، مدياله 5. وده كان برضو اري واتش. مستغربه ان انت يرو واتش كل ده. وكمان متفرج على ذا جوكر 2 اللي هو فوليا دودي، ومديله 1. وانا اتفق معاك على 1. دي كان فيلم سيء سيء سيء، من اكتر الافلام اللي فلوبد خلال السنه. ما اعرفش ليه انت ري واتش. ومن اخر الافلام اللي انت شفتها هو فيلم بيج فيش اللي هو عجبني. انا فاكره مديله 3، انت مديله 2، فواضح ان هو ما عجبكش. ده يعتبر من اوائل الافلام اللي شفتها في حياتي بجد. يعني انا فاكره ان انا شفته وانا عندي 12 سنه مثلا، مش فاكره حتى تفاصيله، ومش فاكره ايه اللي كان عاجبني ولا مش عاجبني فيه. اخراج هو اخراج تيم بيرتون. تيم بيرتون من المخرجين الممتعين جدا، ودايما اكتر حاجه هو بيهتم بيها في الافلام هو الفيجوالز. فانت فعلا لما بتيجي تتفرج على افلام تيم بيرتون بتحس ان انت شفت حاجه اول مره تشوفها في حياتك، لوح فنيه. بس كده اكاونت عظمه، والاختيارات تحفه. مريم ماكس
بس الباقي 10/10 واتفق جدا. اوكي اللي بعده A8L1I0. اوكي احسن 4 افلام عندك: 2001 Space Odyssey, The Human Condition number 1, The Sacrifice, ولا دولشي فيتا. اوكي 2001 Space Odyssey اتفق وبشدة. انا بالنسبة لي يعني لو اضطريت اختار فيلم بيمثل الافلام، الفيلم اللي هو ده السينما بالنسبة لي، هو 2001 Space Odyssey. انا عارفة كل افلام ستانلي كوبريك بيرفكت، كل افلام ستانلي كوبريك تستحق هذه المكانة، ولكن 2001 Space Odyssey هو حد فعلا بيتكلم على الارك بتاع الانسان. ناس قليلة قوي اللي بيبقى عندهم الثقة والمكانة اللي تقدر تحكي قصص زي دي، وكمان الكونتكست بتاعه في التاريخ وازاي اتعمل حاجة رهيبة. عندي السي دي بتاعه وعندي كتاب فيه السكريبت بتاعه كمان. بحب الفيلم ده قوي. قصة سريعة كده عن الفيلم ده. الفيلم ده كان بيتعرض من ضمن فعاليات سينما زاوية في سنة من السنين، حوالي من 4 سنين كده، كانوا بيعرضوا حاجات ستانلي كوبريك. كانت تجربة لن انساها. 2001 Space Odyssey في السينما حاجة في الخيال. لا انا بجد كنت عاملة زي الطفل اللي هو انا مش مصدقة اللي انا بشوفه، مع اني كنت شفت الفيلم كذا مرة، ولكن لا التجربة نفسها والفيجوالز في السكرين الكبيرة حاجة كده لا توصف. فيلم ايكونيك يعني. الفيلم اللي بعده The Human Condition number 1, No Greater Love. انا ما شفتش الفيلم ده. انتاج سنة 1959، اخراج كوباياشي. انا شفت له هاريكيري، اعتقد هاريكيري بس. هل شفت له حاجه تانية؟ لا ما اعتقدش شفت له حاجه تانية، ولكن ده من المخرجين المهمين اللي انا عايزه اشوف الفيلموجرافي كلها بتاعته. فانا هاخد ده كريكومنديشن وهتفرج على The Human Condition number 1. اللي بعده The Sacrifice بتاع تاركوفسكي، ايكونيك. انا شفت The Sacrifice وانا صغيره جدا جدا جدا، حتى انا مش عامله له ريتنج لان انا مش معتبره نفسي ان انا اتفرجت عليه، بس انا فاكره لما اتفرجت عليه وانا صغيره كنت حاسه ان انا شفت حاجه اكبر مما انا اقدر افهمها دلوقتي. كنت واعيه بده، كنت عارفه ان انا شايفاه كده as a visual، بس انا مش مستوعبه اي حاجه ما وراء الفيلم. تاركوفسكي من المخرجين التقال جدا، من اكتر المخرجين الانفلونشال على السينما عامه. انا كنت شفت له كذا فيلم، كنت شفت له ايفنز تشايلدهود، وشفت له ميرور، كنت شفت له ذا ساكريفايس، وشفت له سولاريس، وشفت له ستوكر. او ماي جاد ستوكر ده كان فيلم يعني من الافلام اللي خدت فتره معايا ان احاول اهضمها، لان هو كان فيلم تقيل وما كنتش فاهمه الهايب على ايه. بس طبعا لما فهمت اكتر عن السينما فهمت انا ليه كان عاجبني. واخر حاجه خالص لا دولشي فيتا. انا يعني يوم اصحى احسن فيلم الفنيني ايت اند هاف، ويوم تاني اصحى اقول لا دولشي فيتا. انا بحب لا دولشي فيتا جدا جدا جدا. برضه شفته في مهرجان القاهرة، من مهرجان القاهرات من كام سنة. وفكرة بقى انك تشوف فيليني في السينما بالدوشة بتاعته والكمية الأصوات اللي هو بيبقى موجودة في الأفلام بتاعته كانت جنان جنان. احنا في مولد، كان الصوت عالي جدا وانزايتي ليفلز عالية جدا، ولكن انت مستمتع لان عامة فيليني افلامه كلها الدنيا دوشة قوي. اللي بعده علي جواد. كان في حد قال لي نصيحة ان في ناس كتيرة قوي بتحط الفيفوريت موفيز في لستة مش بيحطوهم في البروفايل. انت مش حاطط favorite movies، فانا هحاول يا علي اشوف هل انت حاططها في list movies everyone should watch و just classy movies. انا والله كنت هفتح لستة movies everyone should watch، بس انت حاطط 51 فيلم، فانا اكيد مش هقعد اشوفهم كلهم. ولكن اخر 4 افلام اتفرجت عليها لا لا لاند واديته 5/5. اتفق معاك. ايه الفيلم اللي بعده ده؟ ما هذا؟ التكييف. التكيف. التكيف اعتقد اخراج محمد علي. فيلم قصير 17 دقيقة اتعمل السنة دي، بس انا معرفوش. بس انت عجبك قوي وحديته 4.5. اللي بعده فيلم In the Heart of the Sea. ده من الافلام كده اللي كانت جت على MBC 2 كده بالصدفة، شفت اجزاء منها يعني، بس ما شفتوش يعني. وانت مديله 2، فهو ما عجبكش. انا مش فاكرة ان هو علق معايا يعني قوي. اللي بعده Dog Day Afternoon. انا ما شفتش الفيلم ده بتاع الباتشينو. اخراج سيدني لوميت، بس هو عجبك واديته 4. هناخد من الليستة بتاعتك 4 أفلام كده بطريقة عشوائية جدا. هاخد أول 4 أفلام جاتلي: Taste of Cherry, Godfather, Close Up و Persona. آخر حد معانا أحمد أشرف 2107. أوكي يا أحمد. أوكي أفضل أفلام عندك يا أحمد، أحسن 4 أفلام عندك: Shutter Island, Inception, Interstellar
و2001 Space Odyssey. حاسه كده ان انا يعني استشفيت افايب منك كده يا احمد. سريعا كده هبدا باول فيلم احنا اتكلمنا عليه اصلا في الحلقه دي، 2001 Space Odyssey. اي حد بيحط 2001 Space Odyssey انا فاهمه شخصيته وفاهمه هو جاي منين، لان الناس عامه آم، في ناس كتير على فكره بيتفرج على 2001 Space Odyssey بيحس ان هو الهايب على ايه، الفيلم اللي فين القصه اصلا، ولكن فيلم 2001 Space Odyssey ده اكبر من كده. هو فيلم عن الحياة، عن الدنيا، كيف بدأ الخلق كده. انت كاتب عليه epic. I think the word epic was made for movies like this. بالظبط، هو زي ما انت كاتب epic. انت بتحس ان انت اول ما شفت الفيلم ان انت في حتة كده، في حتت كده فتحت كده في مخك، في حاجات جديدة كده انت كنتش واعي بيها في الدنيا بقيت واعي بيها. وفكرة ان الفيلم ده هو اتعمل 68، فده من 50 مليون سنة. ده من كام سنة ده اتعمل من اكتر من 50 سنة. الموضوع مرعب، مرعب ان الراجل ده كان عنده الرؤية دي والامكانيات دي ان هو يعمل فيلم لو نزل دلوقتي انت هتحس ان هو ما يفرقش اي حاجة عن الافلام اللي بتنزل في السينما، حاجة يعني منتهى العبقرية. الفيلم اللي بعده انترستيلر. اعتقد اكتر فيلم بيطلع لي في السلسلة كلها انترستيلر وفايت وانسبشن. انت حاطط الاتنين بتوع كريستوفر نولان. انا بالنسبة لي انا بحب انسبشن شوية اكتر، ولكن انا فاهمه انترستيلر وفاهمه ليه انت حاطط انترستيلر وانسبشن بالذات. كمان لو اول مره بتشوف الافلام دي بتحس بقد ايه عبقريه نولان موجوده. دلوقتي في افلام كتيره اتعملت بتحاول تقتبس منها، وهو كمان عالي قوي كمخرج بقى، خلاص بقى اللي هو يطلب اي مبلغ، اي امكانيات في اي مكان مع اي ممثل بيتحقق له. فهو بالنسبه لي الافلام دي كان هو مهتم بالقصه، دلوقتي هو مهتم بالتكنيكس والتكنيكاليتيز اللي هو بيستخدمها في الفيلم. فبالنسبه لي انسبشن يستحق هذه المكانه، فيلم كمان انفلوينشال جدا على السينما. وانترستيلر يعني ما مش هحط فيلمين لنفس المخرج، ولكن انا فاهمه. شاتر ايلاند ده بتاع رابع مره يظهر لي مثلا بتاع سكورسيزي. انا ببسط قوي قوي لما حد يحط حاجه لسكورسيزي، لان بحس ان هو عامل زي ايه، القميص الابيض كده، اللي هو موجود، كلنا عارفين ان هو موجود، كلنا عارفين ان احنا محتاجينه، كلنا عارفين ان ده افضل اوبشن دايما، ولكن مش كلنا بنمدح فيه. فانا ببسط قوي لما بلاقي حد بيتكلم عن سكورسيزي. شاتر ايلاند من اكتر الافلام الاكسايتنج لسكورسيزي. انا ما احطوش افضل فيلم ليه، احط تاكسي درايفر بحبه اكتر، احط جود فيلز بحبه اكتر، بحب سايلنس جدا بقى، جدا جدا جدا. مش شاتر ايلاند بحسه يعني اقلهم في يعني الافلام اللي هي بتبقى معتمده على البلوت تويست بيبقى صعب لحد يتفرج عليها تاني. ولكن طبعا ده ما ينطبقش على سكورسيزي لان بيبقى الفيلم كله مش البلوت تويست، ولكن بحس كده ان في جزء بيتاخد مع اول فرجة على الفيلم. بس كده اخر 4 افلام اتفرجت عليها. جوازة توكسيك مديله نص، قال شنب واديته 3.5، واخر فيلم رير ويندو بتاع هيتشكوك. انا ما شفتش رير ويندو هيتشكوك، بس انا شفت له فيرتيجو وسايكو وروب ودايل ام فور ميردر ونورث باي نورث ويست. هل شفت حاجه تانية شفت له فرينزي. شفت له فرينزي في السينما، بس انا مش فاكره سنه كام وليه شفته في السينما. هل عجبك بقى رير ويندو؟ عجبك جدا، اديته 5 من 5 وعجبك جدا، فانا لا انا ديفنتلي هتفرج عليه. اختيارات موفقة يا احمد. بس كده، لو عجبكم الحلقة لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفولو مي اون تيك توك وعلى انستجرام وعلى تويتر وعلى الفيسبوك. اي مكان من دول هتبعتولي فيه اليوزر نيم بتاعكم، هكتب اليوزر نيم بتاعكم. انا عايزة اوريكم كل مرة، كل فيديو بوريكم برهان وبراهين ان انا واخدة الموضوع بجدية وان انا كاتبة اساميكم. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.